السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة معانا قصة جديدة، هي الجزء التاني من قصة دار ماليس لو انتوا فاكرين. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك الجميل اللي بيدعمنا، سبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ، يلا بينا. كنت لسه خلاص، وانا كنت فقدت الامل ان انا الاقي فارس. كنت خلاص طالع فوق، وبعد كده سمعت صوت خبط جاي من البدروم. البدروم ده موجود في الدار، اللي فيه موجود فيه الحاجات المستهلكة والخشب. فرحت بصيت اشوف في ايه، فتحت الباب وصعقت من اللي شفته. شفت فارس، وكمان شفت اخواتي اللي اختفوا كلهم مربوطين، وفارس ماسك كتاب وعمال يقرأ وعمال يقرأ منه كلام غريب كده، تقريبا كده طلاسم. وكل ما يزود في القراءة اخواتي يحصل لهم تشنج، ويطلع من كل حتة في جسمهم دم. انا عمال اتفرج ومذهول. انا حاسس ان انا بحلم. وجيت اجري من البدروم، اتسحبت في لحظة جوه البدروم، واتقفل الباب، وشفت فارس عمال يرسم اشكال غريبة على الارض بالدم، وعمال يقرأ وفي لحظة كائن ضخم ظهر، ومجرد ما كان ضخم ظهر فارس شافني وقال لي: انت ايه اللي جابك هنا؟ انت يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعمل ايه؟ اقرا يا محمد، امشي من هنا، امشي هتموت، لو ما هربتش هتموت. قلت له: لا، انا مش همشي غير وانت معايا يا فارس، مش همشي غير وانت معايا يا فارس. قلت له: انا هنمشي انا وانت بس. مسكت ايد فارس، حاولت اننا نهرب انا وفارس. فارس شد ايدي قال لي: مش هينفع، امشي من هنا، اهرب انت يا محمد. الكائن قرب علينا انا وفارس، وقال للفارس: صاحبك الضحية تجيبه النهاردة يا فارس. صاحبك هو الضحية تجيبه. فارس قال: لا، خد اي حد تاني الا محمد. الوحش هجم علينا، فارس حاول يقرأ من الكتاب اللي معاه عشان يحارب الوحش ده، بس بعد كده كل حاجة اسودت بعد ما هجم عليا. عشان افتح عيني الاقي نفسي نايم على سرير في المستشفى، وفارس رجله مقطوعة. وساعة التحقيقات لما جم ياخدوا اقوالنا، انا ما كنتش فاكر ولا حاجة، وقلت كده في التحقيقات ان الجزء ده من حياتي اتمسح ومش فاكر منه اي شيء. سألت فارس: هو ايه الحريقة دي وايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انا مش فاكر حاجة، بس انت قلت في التحقيقات يا فارس ان كنا بنتمشى ولقينا حريقة في البدروم، رحنا نطفيها وبعد كده ما حسناش بأي حاجة. فارس قال لي: بجد يا محمد؟ يعني انت مش فاكر ولا قلت كده في التحقيقات وخلاص؟ قلت له: لا والله يا فارس، انا بجد مش فاكر اي حاجة. فارس رد عليا قال لي: سامحني يا محمد، انا ما كانش قصدي اذي اي حد، انا كان قصدي انتقم من المدير بتاع الدار، اللي كان بيعملوا فينا. رديت عليه وقلت لفارس: يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة. هو انت يا فارس اللي كنت بتخطف اخواتنا؟ رد فارس عليا وقال لي: والله ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. انا كنت عايز انتقم من المدير باي شكل بعد اللي عمله فيا اخر مره. فاكر جالنا تفتيش؟ فاكر لما جالنا تفتيش وقلت لهم على اللي هو بيعملوه فينا؟ راح حبسني في البدروم، فضل كل يوم يضرب فيا. انا كنت محبوس هناك في البدروم، لما كنت محبوس كنت بعيط كل يوم طول الليل. وفي مره سمعت صوت بيقول: متخافش يا فارس، أنا جنبك. انا اترعبت من الصوت ده، قلت: انت مين؟ انا مش شايف حاجه من ضلمه، عاوز مني ايه؟ رد عليا وقال لي: انا فرحت قوي ومسحت دموعي، وقلت له: اخيرا اخرج من المكان ده. الصوت رجع تاني وقال لي: انا هطلب منك حاجات تعملها، ولما تنفذها كل حاجه هتتغير، وهتنتقم من المدير. انا طبعا وافقت لاني كنت عاوز انتقم من المدير، بس يا ريتني ما كنت وافقت. بعدها ب3 ايام المدير طلعني وقال لي: تعرف لو انت فتحت بقك انت عارف ايه اللي هيحصل لك؟ شايف اللي انت اتحبسته والشغل ده مش هيجي غلوة في اللي انا عامله فيك، وهتشوف بعينيك. نفس الكائن بيطلع لي في الأوضة بتاعتي، ويقعد يقول لي: يلا بقى عشان ننفذ العهد. ده تاني يوم على طول من رجوعي من البدروم،
قلت له حاضر حاضر. ونزلت مع البدروم، واول ما نزلنا اداني كتاب وقال لي افتح الصفحة الاولى وقال لي اقرأ. طبعا قعدت اقرا كلام غريب مش فاهم منه حاجة. فجأة لقيت كل حاجة بتتغير في البدروم، حسيت اني في قبر ودخان من كل مكان. خفت قوي، والكاين قال لي. انت كده نفذت العهد. قلت له عهد ايه؟ انا مش فاهم حاجة. انت مش قلت لي انك هتنتقمني من المدير؟ قال لي. لا طبعا، ده عهد ماليس. قلت له يعني ايه؟ ده اسم الدار بتاعنا. الكائن رد عليا وقال. لا. الأرض اللي اتبنى عليها الدار في القرن ال18 كان اسمها ماليس، واحنا كنا عمار الأرض، وبعدها اتبنى فيها كذا مبنى ومكناش بنخلي المبنى يقل، وكان بيتهد ويتبني مكانها حاجة تانية، لحد آخر حاجة ما اتبنى الدار دي من 20 سنة. عارف ليه؟ سيبناها تتبني عشان تبقى مليانة ضحايا، وانت جيتلي برجليك، وعليك انك تنفذ العهد زي اللي قبلك بالظبط، وتجيبلي كل يومين ضحية جديدة عشان اعمل عليها طقوس. قلت للكائن. انا موافق على كل طلباتك، بس ما تموتنيش ارجوك. ارجوك ما تموتنيش. الكائن اداني منديل وقال لي ازاي اجيب له الضحيه وهي نايمه. احط على بقها المنديل ده، مش هتحس بحاجه، واجرها لغايه البدروم. وبعد كده قلت انا هخلي الشكوك كلها تروح على المدير، وابعد عن نفسي اي شبهه. وفي الحاله دي انا هنتقم من المدير، وفي نفس الوقت ابعد عني اي شبهه في اختفاء اخواتنا. بعد ما خلاص فارس كلامه ما كنتش مصدقه. وقلت لفارس انت ازاي بتعمل كده؟ انا مش مصدق. انا لازم اقول له كل حاجه. لازم المدير اللي في السجن ده اتحبس ظلم، لازم أن يخرج. ازاي انا مش مصدق. انت مستحيل تكون فارس اخويا اللي انا اعرفه. فارس رد وقال. لا، انت مش هتقول حاجه. عارف ليه؟ لان الكائن اخترق عشان تنفذ العهد. انت مش لسه هتنفذه خلاص. تنفذته فعلا لما كنا في البدروم. لا 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 لا، انت كداب، انت كداب يا فارس. انت بتقول كده عشان ما اعترفش عليك. لا يا محمد، انا مش كداب. حاول تروح البدروم تعترف باللي حصل، وشوف هيحصل لك ايه. وبقى احكي لي ده لو انت رجعت اصلا. انا ما قدرتش افتح بقي ولا اقول اي حاجه. اترعبت. هبقى زي فارس واجيب الضحايا يا اما اموت. ولو انت مكاني هتختار ايه؟ هتختار تموت ولا هتختار انك تنفذ العهد؟ انا اخترت ان انا انفذ عهد ماليس. وبس كده تكون انتهت قصة دار ماليس. بإذن الله نشوفكم في قصة جديدة قريب إن شاء الله. بس ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بس سلام. ربي العباد رايد أزل من أسكان الهم وما زال ومادوف خلف الجبل من نظرة غل أو حاسد. بالذكر يا ربي مأمانا من الديار ومن سكن من سوء صاب ومهلكا فوق الأرقام والعدد. مادت يا ربي مادت 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 حاص وسند مادت في العاليات وما عالت من شر بالمس اعتالت قلب وبالرصد امتلأ من رحم السوء بالولد من ظاهر من أسفل من آخر وأول مسحور ضعفا مبتدئ يتلو الحروف على الهدف.
وبذكر سليمان ارتقى ومسخر للتفرقة حين السلم والمعركة وبسيف الذكر قد شفى وبدم في النبض ارتوى حين استمع لمن غوى في النخل ومن حب النوى حين الضباب وفي الصافا مدد يا ربي مدد 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 حاصن وسند مدد في العاليات ومعالك من شر بالمس اعتالك قلب وبالرصد امتالك من رحم السوء بالولد من ظاهر من اسفل من اخير واول مسحور ضعفا مبتلى يبدو الحروف على الهدف وآيات لا تسطل جامع لمن سامع نصا يطيع مدد يا رب ولن يضيع في رحابك كل من أتى وبعز من رفع السماء وأضاء الكون في الغمى العين تبصر في العمى من مجد المولى مجللا مدد يا رب